الكرام، بشأن المغرب، وبحسب معلومات حصل عليها موقع لوديسك من مصادر عسكرية، حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي 52 فوق المجال الجوي المغربي قبل بضعة أيام رفقة طائرات F-16 تابعة للقوات الجوية الملكية، بهدف تنفيذ ما وصفت بأنها عملية محاكاة قصف أهداف بالذخيرة الحية في جنوب البلاد. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من الرباط مراسلنا جلال المخفي. جلال، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن محاكاة قذيفة بي 52 الأمريكية العملاقة قصف أهداف جنوبي المغرب؟ مساء الخير حكيم. وفقا للمعلومات التي وفرتها مواقع التتبع الآني للطائرات العسكرية، قدمت طائرتان أمريكيتان من طراز بي 52 ستراتو فورتيس من قاعدة بيرفورد البريطانية تحت حماية مقاتلة تايفون لتعبر غرب أوروبا قبل وصولها إلى الأجواء المغربية، حيث رافقتها مقاتلات